السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف عصام، واليوم عندنا فيديو جديد. اليوم عندنا فيديو شرح درس الفيروسات. اكتشف العالم أولف ماير عام 1883 مصادفة عند إجرائه بحوثا عن فسيفساء نبات التبغ بوجود دقائق مسببة للمرض أصغر بكثير من الجراثيم، سميت فيما بعد بالفيروسات. فما الفيروسات وما بنيتها؟ بعض الأمراض التي تسببها الفيروسات: حيوان مصاب بداء الكلب يسببه فيروس الكلب. مرض فسيفساء التبغ من فيروس فسيفساء التبغ. مرض الإنفلونزا من فيروس الإنفلونزا. مرض الإيدز من فيروس الإيدز. من صور أعلى استنتج العلاقة بين الفيروسات والكائنات الحية: إنسان، نبات، حيوان. علاقة تطفل: اذكر أكثر الأمراض الفيروسية المنتشرة في بيئتي المحلية. فيروس الإنفلونزا. ولاحظ الأشكال الآتية للفيروسات وبنيتها، وأجيب عن الأسئلة التي تليها. مادة وراثية، غلاف بروتيني، ذيل، خيط ذيلي. الفيروس آكل الجراثيم، يتطفل على العصية القولونية. فيروس يتطفل على بعض الحيوانات. غلاف بروتيني، مادة وراثية، بروتين سكري. فيروس يتطفل على بعض النباتات، مادة وراثية وغلاف بروتيني. هل هناك شكل واحد للفيروسات؟ لا، بل يوجد أشكال عديدة للفيروسات. دقق جيداً في الأشكال الأعلى ولاحظ البنى المشتركة. تشترك جميع الفيروسات بالمادة الوراثية والغلاف البروتيني. هل ألاحظ وجود غشاء هيولي أو نواة أو عضيات خلوية؟ لا يوجد. كيف أفسر أن الفيروسات بنى لا خلوية؟ لأنها لا تملك نواة ولا عضيات خلوية. تعلمت الفيروسات بنى لا خلوية متطفلة صغيرة جدا، يمكن رؤيتها بالمجاهر الإلكترونية. ولاحظ كيف يمكن الحصول على نسخ في أثناء تصوير ورقة بآلة نسخ. تكون الصور متشابهة متعددة. كذلك الفيروس آكل الجراثيم يستنسخ نفسه داخل الجرثوم العصية القولونية. ولاحظ الشكل المجاور واتبع مراحل تكاثر الفيروس آكل الجراثيم داخل الجرثومة العصية القولونية، وأجيب عن الأسئلة الآتية. المرحلة الأولى: الالتزاق. لاحظ اقتراب والتزاق الفيروس آكل الجراثيم من الجرثوم. المرحلة الثانية: الحقن. أي جزء من الفيروس دخل الخلية الجرثومية؟ المادة الوراثية. المرحلة الثالثة: التضاعف. ماذا حصل للمادة الوراثية للفيروس والمادة الوراثية للجرثوم؟ تفكك المادة الوراثية للجرثوم وتنسخ المادة الوراثية للفيروس عدة مرات. المرحلة الرابعة: التركيب. عدد الأجزاء الجديدة التي تشكلت داخل الجرثوم: الذيل والغلاف البروتيني والخيوط الذيلية. المرحلة الخامسة: في مرحلة التجميع. ألاحظ تجمع أجزاء الفيروس. في المرحلة السادسة: التحلل. ماذا حصل للجرثوم بعد نسخ أنماط من الفيروس؟ تحللت الجرثومة وخرج منها عدد كبير من الفيروسات. ما المسؤول عن نسخ الفيروسات الجديدة داخل الجرثوم؟ المادة الوراثية. شكرا لمتابعتكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي لا يفوتكم كل جديد. وكان معكم يوسف عصام.